أنا نازنين ميك اب آرتست إيرانية. آخر هالفيديو بتقدرين تطبقين هالمكياج بنفسج حتى لو أول مرة. حطوا الكونسيلر على الجفن وادمجوه بالبيوتي بلندر وثبتوه بشوية بودرة تثبيت. هذه باليتي المفضلة من أناستازيا، ألوانها وثباتها. أول شي خدوا شوي من الظل بفرشاية صغيرة وحطوه على كريس الجفن، وبعدين دمجوه زين بفرشاية أكبر. بالخطوة الجاية نرجع بالظل الفاتح وندمج فيه حدود الظل الغامج عدل. الحين نحط شوي من الظل الشاين بإصبعنا على الجفن عشان يصير قاعدة حلوة للجلاتر. بصراحة جريل جليتر من بناي يجنن خفيف وجودته مرة حلوة. حطوا منه شوي على الكريس وخلوه حوالي 30 ثانية. الحين خدوا شوي جليتر بالفرشاية وحطوه بالطبطبة فوق الغرة على الجفن. الايلاينر من انجلوت، بس الفرشاية اللي استخدمها هي اللي ارتاح لها. انتو بعد استخدموا اي فرشاية ترتاحون لها. انا اعشق هالفاونديشن من لوريال، خفيف تغطيته حلوة ويعطي البشرة نعومة وسعره مرة مناسب، وبصراحة اشوفه احسن من وايد براندات فخمة. اشتروا باليت كونتور كريمي مرة بتحتاجونه. أنا أستخدم باليت من فيوتشر ميك اب، بصراحة يجنن وارتاح بالشغل فيه. عندي فرشاية دمج كونتور من ماك وشلت منها المقبض الخشبي عشان تصير أريح بالإيد. آخذ شوي من اللون الفاتح من باليت الكونتور الكريمي وأحطه تحت العين، طبعاً مو بدل الكونسيلر، بس أستخدمه ككوريكتر للهالات. الحين أحط كونسيلر نارس وأدمجه زين. وهذه حركتي للبلاشر، شوية روج ويثبتوا معاكم مرة. أنا أستخدم شارلوت تيلبوري. أنا أستخدم بودرة تثبيت من ماك وأحطها ببيوتي بلندر رطبة شوي. بفرشاية صغيرة حطوا شوي من الظل البني الغامج تحت العين، لا تكثرون عشان ما يصير ثقيل. الحين باللون البني الفاتح أدمجوا حدود الظل الغامج. بقلم أسود ضد الماء لونوا داخل العين كله. أرسم شفتي بقلم وردي غامج وبعدين أدمجه للداخلي بفرشاية نظيفة.
أنا لابسة عدسات خضر فاتحة من سولوتيكا رقم 112. حطوا مسكرة على الرموش اللي فوق وتحت. استخدموا جل الحواجب عشان ترتبونها، وبفرشاية صغيرة مشطوفة عبوا الفراغات وشكلوها. أنا أستخدم بلاشر فارا روسية، لونه يهبل وطباعته قوية. أنا أعشق هاللون من اللي بجلوس بورغوا، مرة ناعم وحلو. إذا تبون لمعة وثبات أكثر حطوا شوي شاين على الشفايف. وهذا هو اللوك النهائية. إذا عجبكم الميك اب لا تنسون اللايك والاشتراك. أشوفكم في ميك اب جديد، في أمان الله.